مشاهدينا الاعزاء، برحب بكم معانا وحلقه جديده وتحيا مصر على شاشه الفضائيه المصريه. النهارده ان شاء الله بنتكلم عن يعني مشروع مهم جدا، لانه على مدار الاعوام الماضيه سعت الدوله بكافه الجهود لتطوير يعني ودعم كبير لقطاعي الصناعات والخدمات. لكن النهارده ان شاء الله بنتكلم عن صناعه الغزل والنسيج اللي الدولة بتوفر ليها الدعم لتخطيط السوق المحلي وأيضا لفتح أسواق تصديرية. ولكن عندنا لسه خطوات كتيرة لم تحقق، عندنا مشروعات لابد أن تقيمها الدولة وتلتفت إليها لدعم أكبر لقطاع صناعات الغزل والنسيج، وده اللي هنتكلم عنه النهارده مع ضيفنا العزيز استاذ حسين مصطفى، عضو غرفه صناعه الغزل والنسيج. اهلا بيك يا فندم، مشرفنا ومنورنا. وبنقول ان هو اولا قطاع مهم جدا، لان مصر بتمتلك يعني قاعده اساسيه في يعني قطاع الغزل والنسيج. عندنا اعظم قطن على مستوى العالم، ولكن في تحديات كبيره جدا لهذه الصناعه، عايزين نعرفها من حضرتك النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. مصر تعد رائده في هذا المجال، والتاريخ طبعا عارف الكلام ده كويس جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر نعمه كبيره جدا، نعمه الارض الخصبه اللي المفروض ان هي بتنتج قطن طويل التيله اللي مش موجود على مستوى العالم كله. ومن فضل الله الموضوع ده كان في الاعوام السابقه لنا مصر رائده، ولكن المجال ده مجال مهم جدا، لابد من الاخذ في الاعتبار ان يتم تطوير. عندنا حضرتك لو اتكلمنا بشكل نبتدي من القاعده الاساسيه. تمام، الزراعه. ده هنبتدي حضرتك. ارتباط طبعا الزراعه بموضوع الغزل والنسيج بشكل يعني متشابك جدا، لان حضرتك احنا لما نيجي نتكلم على البدايات بالنسبه للصناعات، بالنسبه للقطن، هو ربنا سبحانه وتعالى وهبنا ان ده منتج مزروع. فالزراعه من اهم الخطوات في هذا المجال. لابد من المصالحه مع المزارع، لابد ان المزارع يبتدي ياخد حقه عشان يبتدي ينتج، لان في الجيل السابق حضرتك كان المزارع بيعاني جدا من ان القطن ما بيقدرش يبيعه، لان حضرتك عارفه كان القطن كان كله بيتم تسليمه للدوله على ان يتم تشغيله في محالج الدوله، وهم 24 شركه قطاع عام كانوا موجودين في العصر السابق. وكانت الجاب اللي ما بين الدوله والمزارع هي فكره سعر القطن في هذه المرحله يا فندم. وبالامانه كان المزارع كان مظلوم في الموضوع دوت. اتفضل. فلابد عشان نقدر نقوم بالموضوع دوت يا فندم، لابد ان يتم مصالحه المزارع. واحنا عندنا دلوقتي مجال ان شاء الله بعد تكلفه انطار القطن على المزارع، وتم الدوله تمت شراء هذا الزراعه من المزارع. الاسعار في الوقت الحالي بتحسن كبير جدا، يقدر المزارع ياخد حقه وياخد تعبه في زراعه المنتج، ونرجع نعيد الرياده. لان حضرتك النهارده احنا وصلنا لمرحله بقى لنا اعوام كتيره جدا، النهارده بقى كل استهلاكنا كله من القطن النهارده استيراد، اكتر من 99% او 98% منه استيراد من شركات الهند. وفي الوقت الحالي طبعا دوله زي اوزبكستان النهارده رائده في صناعه في زراعه وانتاج القطن. وده يعني من بس وجهه طبعا دول يا نظري فندم بنتكلم عن قطن كمان بمواصفات مختلفه عن القطن اللي بتمتلكه مصر. مع كله قصير التيله، الدوله الوحيده اللي على مستوى العالم كلها تملك القطن طويل التيله هي مصر. وعايز اقول لحضرتك ان لو احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا في المرحله السابقه والدوله تعمل جاهدا في هذا المجال، ان قطن طويل التيله لو كلمنا حضرتك المفروض القطن بالنسبه لنا احنا كمصنعين بنشتغل فيه بالكيلو. لو في مجال القطن في الاقمشه الدائريه، وبنشتغل بيه بالمتر في مجال المستطيل. فعايز اقول لحضرتك ان لو تم استخدام قطن طويل التيله، احنا العالم كله، دول العالم كلها تقف طوابير عندنا في طلبات استيراد من عندنا. فهنا ده
التارجت اللي احنا عايزين نحققه اساسا. احنا الهدف بتاعنا اللي احنا مستهدفينه ان احنا عاوزين نوصل لمجال التصدير بالظبط. عشان حتى نقدر نعمل موضوع وده الانخام اللي للعمله. بيخليني اربط انه بين اهميه صناعه الغزل والنسيج وارتباطها ارتباط وثيق جدا وانعكاسها على الاقتصاد المصري. تمام فندم. فهذا الانعكاس لان ليها دور مؤثر جدا، فاحنا النهارده بنتكلم عن هذه الصناعه بعمق لارتباطها بالاقتصاد المصري وانعكاسها عليه بشكل ايجابي لو تم كل معالجه كل التحديات الموجوده. تمام يا فندم. عايز بس اضيف لحضرتك معلومه سابقه. حجم صادرات مصر في الجيل القديم للشعر والكليبس للقطن المصري كان تقريبا بتوصل بما يعادل 10 مليار دولار. وده رقم كبير جدا. انا كمان يعني بضيف في الحته ديت ان احنا ان شاء الله لو اعتمدنا على نتكلم كده تدريجيا بمصالحه المزارع ونرجع تاني نعيد رياده زراعه القطن طويل التيله. وكمان حضرتك ممكن اتواصل، واحنا عندنا كفاءات كبيره جدا في مصر تقدر تتواصل مع جميع دول العالم ان انا كمان بدل ما اصدر شعر وكليبس انا اصدر منتج تام. بالظبط. فاقدر احول حضرتك ال 10 مليار دول ل 100 مليار قيمه مضافه لمنتج القطن طويل التيله، بنعمل له قيمه مضافه كبيره جدا تحقق لنا عمله صعبه. اي يطلع منتج تام بدل ما اصدر الشعر والكليبس يا فندم اصدر منتج تام. فلو صدرت منتج تام فبقينا في الرياده الحقيقيه فعلا لمصر. واحنا الحمد لله عندنا كفاءات في مصانع مصريه سواء في القطاع الخاص كمان مصانع قويه جدا تقدر تنافس ولينا بصمات كبيره جدا في جميع دول العالم. طيب احنا ننتقل بقى من الزراعه الى الكيانات القويه اللي حضرتك بتتكلم عنها. نقول احنا كان عندنا 24 شركه قطاع عام زي ما حضرتك قلت لي. تمام. كل واحده فيها دوله كبيره جدا في صناعه الغزل والنسيج. تمام يا فندم. فعايزين نقول ايه مشاكل هذه الكيانات ومعالجتها ليه ما كانتش يعني يسيرة، بس ده هنعرفه من حضرتك بعد الفاصل ان شاء الله. لان النهاردة زي ما بنقول احنا هنلقي الضوء على يعني المشكلة ونتلمس ان شاء الله من ذوي الخبرة الحل يكون في ايه. اتفضلوا بعد الفاصل نلتقي ان شاء الله. تعد صناعة الغزل والنسيج الحرفة الأشهر في مصر منذ عقود طويلة وحتى الآن ذات حظ وافر، حيث أطلقت الدولة خطة طموحة لإحياء الصناعة نظرا لاستيعابها أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة التي تمثل نحو 30% من العمالة المصرية. طرحت الدولة استراتيجية شاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية بلغت 21 مليار جنيه، وتضمنت خطة تطوير شاملة لدمج الشركات العاملة بالقطاع ليصل عددها إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط. تستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويا، صعودا من 1.5 مليون قنطار سنويا الطاقة الإنتاجية الحالية. وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويا، صعودا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليا. تستهدف الاستراتيجية الجديدة أيضا زيادة إنتاج مصانع النسيج 198 مليون متر سنويا، صعودا من 50 مليون متر سنويا الطاقة الإنتاجية الحالية. أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويا، مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليا.
اهلا بكم معانا مرة تانية. وتوقفنا ان عندنا 24 شركة مهمة جدا في صناعة الغزل والنسيج، كل واحدة كيان اقتصادي كبير جدا في هذه الصناعة، ولكن طبعا على مدار السنين ازدادت المشاكل ويعني تراكمت التحديات لهذه الشركات، وبالفعل في منها توقف كتير جدا. فعايزين نعرف يعني ازاي نطلع من هذه الكبوة. حضرتك الشركات القطاع العام اللي حضرتك ذكرتيهم، الشركات ديت حضرتك لما نيجي نتكلم للعمر اللي تم انشاؤه بين ال60 وال70 وال50 عام، فطبعا ده لم يتم تحديث هذه الماكينات. ودي صناعة كل يوم فيها الجديد. دي صناعة حضرتك بالنسبة لنا احنا كدولة زي مصر هي المفروض الصناعة رقم واحد. لأن معروف حضرتك ان ريادة زراعة وصناعة القطن من التاريخ كله بيعيد نفسه ان مصر رقم واحد في هذا المجال. فلابد من تطوير هذه الشركات، يعني لو تم احلالها وتجديدها ولا يتم اي شيء اخر. انا بس لو اكتفينا بالاحلال والتجديد ل 24 شركة دول هتنتقل هذه الصناعة إلى مكان مختلف تماما عالميا. مش هنتكلم على مستوى القطر العربي أو القطر الشرق الأوسط، لا حضرتك عالميا. احنا بنتكلم حضرتك بس هنضرب مثال بسيط. شركة المحلة معروف حضرتك ان 73 شركة داخل شركة، وكان كمان داخل الشركة تم إنشاء مساكن للعاملين داخلها. يعني أنا عايز أقول لحضرتك لما نتكلم على كيان كامل تعتبر الشركة دي تعتبر بحيز مدينة كاملة. وتباعا بقى حضرتك جميع الشركات نذكر منها شركات الشركة العربية بوليفار، شركة مصر إيران، كلها شركة قطاع عام، وجه إبلي، كل الشركات دي يا فندم، شبين، دي كل دي شركات. يمكن حضرتك ذكرت لي هنا حاجة مهمة جدا، إنه كان في ألمانيا أعتقد مصنع ألماني وكان بيطلب خامة معينة، كان ذكر بالاسم مصنع شبين. هو حضرتك في كان من سابقة الأعمال المفروض ان احنا كنا بنعمل خامة قميص عشان يتم تصديرها لدولة ألمانيا. فالعميل طلب ان الفتلة اللي يتم استخدامها، الكلام ده طبعا قبل الثورة، كان طالب ان الفتلة اللي يتم استخدامها في الطريق في التركيب النسجي لانتاج هذا القميص، كان حضرتك عاوز القماش نفسه يتم تصنيعه من خط اسمه خط رقم 12 دخل شركة شبين. يعني وللاسف هو كراجل الناس عاملين دراسات على الامكانيات القوية اللي عندنا، وهو كان يقدر يجيب الخامة دي من أي دولة بالعالم. طبعا ألمانيا دولة كبرى كبيرة جدا عظيمة في الصناعة، فكان يقدر، لكن هو ركز على هذا الخط لاستخدام كلمة قطن طويل التيلة، في حين ما حضرتك القطن طويل التيلة لما نيجي مقارنة، هو ما ينفعش يقارن بأي قطن تاني، ولكن لما نيجي مقارنة حتى في موضوع السعر يفوق أي بما يعادل مثلا ممكن $1 في الكيلو الواحد. يعني ممكن حضرتك يوصل الفرق في السعر $1 في الكيلو الواحد، والمستثمر نفسه بيبقى موافق ان هو يدفع بما يعادل 15 و20 و25 ألف في الطن فرق سعر بين قصير التيلة، لأن طويل التيلة في مكان لوحده خالص عالميا. مش وطبعا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ادانا الهبة ديت. فأتمنى ان الدولة تعمل جاهدا لتحديث هذه الشركات. وزي ما حضرتك يعني شفنا حضرتك في الفاصل ان الشركات دي تقريبا ممكن يتم بمعدل مبدئيا حوالي 21 مليار. ممكن لو ال 24 شركه الدوله ممكن ما تبتديش بتحديثهم كلهم مره واحده، على الاقل ممكن كل سنه نستهدف 3 شركات مثلا، يبقى على مدار 5 6 7 سنوات ننتهي من تحديث كل الشركات. وده حضرتك لما هنيجي نتكلم ان خطه الدوله لجلب العمله، فما فيش اقوى من القطن وصناعه القطن وتصدير الملابس الجاهزه من مصر. دي من اقوى الصناعات اللي تقدر تعمل جلب، زي ما حضرتك كنا في العصر السابق كنا بنقول السياحه وقوه السياحه. لا، انا من وجهه نظري صناعه القطن في مصر تقدر على جلب اضعاف مضاعفه من اللي كان بيجي لنا من السياحه. بس ان شاء الله نتمنى من الدوله تعمل جاهدا وتسرع
في طب عايزين نتكلم بصراحة النهاردة انه يمكن المصنعين اللي بيتكلموا عن المشاكل اللي بتقابلهم في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. أول يمكن مشكلة كان اللي ركزوا عليها تأخر دعم الصادرات، ودي حاجة مهمة جدا. حضرتك يا فندم في العصر السابق احنا كنا دعم الصادرات بعد ما المصنع يتم تصدير شحنته بيروح على دعم الصادرات. لو هو مدخل غزله حاجه اسمها سماح مؤقت تقريبا الدوله كانت بتدعمه ب 8% من حجم فاتورته. ولو منتج تام يعني كان تم جمركه وتم ضرايبه داخل الدوله، شاري من الغزل من داخل الدوله او من شركات القطاع العام، كان بيسترد مش بيسترد الدوله بتدعمه بما يعادل 10%. كنا وقتها حضرتك بيتم دعم الدوله دفع للمصدر هذا الدعم 3 شهور 4 شهور اقصى تقدير، وفي اوقات كانت بتبقى شهرين. في حضرتك تقريبا من 3 4 سنوات وصل الدعم لسنه واكثر من سنه عشان يتم التاخير لهذا. طبعا يعني حضرتك لو نترك موضوع الدعم جانبا ونبص لموضوع في مشاكل ثانيه اكبر بكتير جدا بتقابلنا كمصنعين. توفير مستلزمات الانتاج فيها مشكله بالنسبه لصناعه الغزل والنسيج والخامات المبدئيه الاوليه. النهارده حضرتك مع طبعا الازمه العالميه اللي موجوده ومع ازمه مصر في موضوع الاستيراد طبعا وذلك بيؤدي لفقد العمله، وده نرجع تاني نقول ان عشان اعمل جلب عمله انا عاوز اعمل حاجه استثمارات يتم فيها انقام داخل عشان الدوله تقدر تدبر للمستورد، تقدر تدبر له احتياجاته. فالغزول نفسها النهارده يا فندم عندنا ازمه كبيره جدا، والمستوردين بيتعرضوا لمشاكل كبيره جدا، والدوله طبعا نصب اعينها هذا الكلام ان في ازمه كبيره جدا مش على مجال الغزل والنسيج فقط، ده على جميع المجالات في مشاكل جامده جدا في الاستيراد، والدوله بتعمل جاهدا لحل هذه المشاكل احتواء الازمه الحقيقه لحل هذه الازمه. ولكن حضرتك النهارده لما نيجي نتكلم في المستلزمات النهارده معظم المستلزمات اللي بيتم استخدامها في المجال بتاعنا يعني كنت من ضمن ما قريت يا فندم انه احنا بنصدر تقريبا ملابس جاهزه في حدود ال 2 مليار وشويه في ال7 شهور اللي فاتوا يا فندم بما يعادل 1.4 مليار بالظبط. انه لو تم بس يعني احتواء يعني المشكلتين دول ان مصر ممكن تنتقل ل 8 مليار جنيه و10 مليار لو تم حل مشكله دعم الصادرات وايضا توفير مستلزمات الانتاج. او حضرتك دعم الصادرات من وجهه نظري هي مشكله بتقابل، لان في مصانع هنا في مصر بتبقى ممكن تكون المربح من شغله من التصدير ممكن يبقى هذا الدعم. لان احنا حضرتك المنافسه قويه جدا، عندنا دول دخلت في صناعه القطن في مصر وخصوصا بنجلاديش والهند، دولتين قويه جدا. الهند عامله اسم كبير جدا في عالم صناعه الغزل والنسيج. لا بنجلاديش من الدول المصنعه القويه. يعني بنجلاديش واندونيسيا دول دول مصنعه، لكن انتاج القطن نفسه طبعا الهند رقم 1 عالميا. والنهارده منافسه قويه جدا، الايد العامله عندهم امتيازات. عشان كده انا بشوف ان خطوات التحسين دي لازم تكون خطوات سريعه جدا، لانه المنافسه لا ترحم احد، و يعني الموجود واللي جاهز بامكانياته هو ده اللي متصدر الصوره. وخصوصا يا فندم ان انا معلش همثل صناعه الغزل والنسيج في مصر بحاجه اسمها عمود الخيمه، يعني العمود الرئيسي للدوله، ودي من وجهه نظر طبعا الدوله الحمد لله رب العالمين ربنا من على مصر بنعم كتيرة جدا من المصادر الطبيعية، ولكن لما نيجي نتكلم على دولة كانت ريادة في هذا المجال بالزبط. فمن الصعب جدا أنا المفروض أطلع وابتدي أتقدم لقدام، وزي ما كنت أنا متربع على عرش هذا المكان، وده من فضل الله بتمنى أن مصر ترجع تاني تعيد هذه الرياده في صناعه الغزل طبعا والنسيج، وخاصه كمان انه الامر مربوط ان احنا عندنا بنيه اساسيه مهمه جدا في الطرق وفي الطاقه. ما عندناش مشكله طاقه، عندنا يعني طرق عظيمه اتبنت من اجل الاستثمارات اللي حضرتك بتتكلم عليها. فالحقيقه البنيه الاساسيه جاهزه ومستعده بشكل كبير جدا ل يعني تنامي
الصناعات المختلفة ومن ضمنها صناعة الغزل والنسيج. يمكن كان في اتكلم عن مبادرة ابدأ اللي قدمتها الدولة لتنمية قطاع الصناعة عموما. احب اعرف من حضرتك دي هل ليها تأثير او تأثيرها ايه على صناعة الغزل والنسيج؟ هي ابدأ حضرتك يعني لما نيجي نتكلم هي مش صناعة الغزل والنسيج فقط، هي مجال الصناعات عموما يعني. الصناعات بشكل عام. الدولة عشان برضو ما ننتقص حق الدولة في المجال اللي حضرتك اتكلمتي فيه، الطرق والطفرة الكبيرة جدا اللي شاهدناها في السنوات السابقة او السنوات الاخيره اللي عدت يا فندم. كل دوت بيساعد على يعني تطور كبير جدا في جميع المجالات، والدوله بتعمل كمان جاهده بدعم المصانع بقوه. على الاقل بمبادره السيد الرئيس حضرتك النهارده القروض اللي بيتم طرحها من البنوك للمصنعين النهارده، المبادره 5% متناقصه تقريبا بتوصل حوالي 2.8 او 3%، ودي سنويا، وده ما تعتبرش نسبه نعتبرها زي رسوم اداريه، دي حاجه من الدوله جميله جدا. ولكن يتبقى الدولة ادتني الآليات القوية في البدايات، ولكن الدولة لازم تشوفني بمنظر تاني في مشهد ان انا باجي في البدايات وابتدي وفي النص ابتدي اعطل بالظبط. فالدولة بنتمنى ان هي تعمل جاهدا، حلقة متصلة لازم تكون كلها مكتملة، ما ينفعش ينقص من حضرتك. لو احنا مجموعة تروس السير الكبير الدولة بتدور جميع التروس دي، ما ينفعش يبقى ترس عاطل في النص او اتنين. فبتمنى ان الدولة يعني زي ما ابتدت بدعم المصنعين وتم طرح اراضي حضرتك في خط الصعيد بالمجان للمصنعين. يعني النهارده ممكن الواحد ياخد الارض مقابل انشاء صناعة، ولكن انا هنشئ وعندي مشاكل كبيرة جدا. ولكن حضرتك تتكلم عن آليات الصناعة بقى هنا اللي محتاجين تنفيذ تدخل الدولة لحل بعض المشاكل اللي موجودة. هي بالمناسبة مشاكل مش صعبة، ولكن محتاجة بس يعني إرادة قوية في التنفيذ. تمام يا فندم. عندنا برضو لو اتكلم مع حضرتك ان الدولة اسست مجلس الصناعات النسيجية، فاعرف من حضرتك بصورة مختصرة مهام هذا المجلس. المجلس الصناعات النسيجية يا فندم هو قائم عشان فعلا يرجع مصر ريادتها في هذا المجال. كلام محترم جدا وخطوة جميلة جدا ان السلطة التنفيذية في مصر والسلطة السيادية بشكل عام بتدور على المجال اللي فعلا يعيد مصر تاني للريادة، ونبتدي حضرتك الانطلاقه. ولكن بتمنى ان الدوله تحل المشاكل اللي بتقابل المصنع قبل موجود له جميع الخطوات المبدئيه. وانا شايف ان الدوله باذن الله حضرتك بدات مثلا بمجمع الروبيكي، وبعدها في حضرتك مدينه كامله في مدينه السادات تقريبا. دي عايزين نتكلم عنها لان دي مدينه ليها يعني هو كذا مشروع في مشروع ليها مواصفات خاصه جدا. حابه حضرتك كده تكلمني عنه بشكل سريع. مدينه السادات مدينه السادات يا فندم في مشروع تم تقريبا طرحه بما يعادل سنتين تقريبا. ده شراكه مصريه صينيه تقريبا في 563 مصنع، و 563 مصنع دول مش هيسيبوا مجال اي صناعه داخل مجال الغزل والنسيج، من غزول، نسيج، ملابس جاهزه، مصانع اكياس، مصانع مستلزمات، مصانع كرتون، حتى تم انشاء مينا جاف للمصانع دي على سبيل ان يقللوا الكوست على المصنع بالزبط. في الانتقالات ان لو التصدير وخاصه التصدير ان يتم سهل عمليه طبعا الحاويه طبعا يا فندم، يبقى الحاويه تبقى داخل المصنع يتم جمركها او داخل هذا المينا الجاف، ويتم شحن هذه الحاويات سواء لاي مينا داخل مصر لتصدير هذا المنتج. فالمدينه دي طبعا يعني مشروع هيكون هايل اهميته كبيره، يعني له اهميه كبيره. وبتمنى يعني من الجهه السياديه في الدوله تنظر للشركات القطاع العام، لان في الوقت الحالي البنيه التحتيه بتاعت هذه المصانع والشركات الكبيره دي
تعتبر جيده ولكن عايزه تحديث وتطوير. احنا النهارده عموما في حلقتنا ايمانا من خوفنا وغيرتنا على الصناعات المصريه، صناعه الغزل والنسيج، صناعه الملابس الجاهزه اللي دايما حابين نشوف براندات مصريه بتنافس في كل الاسواق العالميه. عملنا الحلقه الخاصه دي عشان نتكلم عن كل التحديات، اتكلمنا عن جهود الدوله، المبادرات اللي قدمتها، ولكن بنقول ان في بعض المشاكل مش صعبه، لكن لو تم احتوائها تنتقل هذه الصناعه الى مكانه مختلفه تماما، وده اللي بنأمله، ده سبب اللي بنتكلم فيه عن هذه يعني التحديات. فأنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأرجو تكون حلقة كانت مفيدة لكل السادة المشاهدين، وبشكركم، وتحيا مصر دايما. نتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم.